طالبين هاد السنة ديال سنة 2024 طالبين 3477 منصب مختلف الرتب، اللي منهم 3437 منصب بالنسبة لحراس الأمن سلم 5، و2500 منصب بالنسبة لمفتش الشرطة سلم 6، و550 منصب بالنسبة لضباط الأمن سلم 8، وضباط الشرطة 400 منصب سلم 8، وكاينين 90 منصب بالنسبة لعميد الشرطة سلم 10، والعمداء الشرطة الممتازين 30 منصب. بطبيعة الحال حصة الأسد ولا ديما كتكون بالنسبة لحراس الأمن اللي فيها 3037 منصب بالنسبة للناس اللي عندهم البكالوريا، يدخل غير بالبكالوريا. غادي نشوفوا حنايا الشروط ديال كل منصب من هاد المناصب هادو، هاد الرتب، الشروط ديالو وشنو هما لي ديبلوم ولا شنو هما المجالات اللي كانوا عندي يمكن لي ينفعنا لهاد المنصب. بالنسبة المباراة غادي تنظم في 20 أكتوبر 2024 الرباط وفي مختلف المدن. بالنسبة لعمداء الشرطة طالبين 90 منصب، السن ديالهم كيتراوح ما بين 21 و20 سنة 35 سنة على الأكثر، القامة ما بين 1.70 على الأقل بالنسبة للذكور، و1.67 بالنسبة للإناث. ويكون بالنسبة لعمداء الشرطة تكون شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية مسلمة من طرف كلية العلوم القانونية، يا إما تكون من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ولا شي شهادة اللي كتعادلها. يكونوا في هاد التخصصات 5، يا إما القانون، يا إما الاقتصاد، يا إما العلوم السياسة، يا إما علم النفس، يا إما الصحافة فيزيك مع العالي للإعلام والاتصال. بالنسبة للاختبارات الكتابية موضوع عام والإجابة على أسئلة ديال PCM متعددة الاختبارات باللغة العربية. يعني الأسئلة غادي يكونوا في المجال ديال العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، يعني في هاد التخصصات اللي غادي يكون عندك، يعني اللي عنده هاد التخصص هذا ضروري غادي يكون عنده معرفة في هاد التخصص ديالو، والتدبيرية والعلمية والتقنية والآداب والفنون والتربية والتعليم، وعامل ديالو جوج لمدة ساعة. بالنسبة للاختبار الكتابي يتعلق بموضوع إلى في التخصصات المطلوبة، المعامل ديالو طوبل ديال المعامل ديال الكتابي، المعامل 4 كدير 3 سوايع كدير التفاوت. بالنسبة لضباط الشرطة، هما عدد المناصب كاين 400 منصب، كاين ما بين 21 سنة يعني نفس قلب، يعني عندنا ما بين 21 سنة و30 سنة. عمداء الشرطة كيكون السن ديالهم كبير ما بين 21 و 35 سنة. بالنسبة للشهادات يا إما دبلوم في الدراسات الجامعية العامة ولا دبلوم في الدراسات الجامعية المهنية ولا دبلوم اللي كيعادلهم. عندك شهادة التقني العالي المسلمة من إحدى الثانويات التكنية ومؤسسة تكوين المؤهلات حتى شهادة التقني العالي. بالنسبة للتخصصات اللي مطلوبة في ضباط الشرطة: التنمية المعلوماتية، الميكاترونيك، شبكات المعلوميات، أمن نظام المعلومات، شبكات ونظم المعلومات، راديولوجي، أشعة، الكتابة في مجال الطب، التحاليل الطبية، ممرض متعدد التخصصات، الهندسة المدنية الجيني سيفيل، والكهرباء. هادو بالنسبة للناس اللي يمكن لهم يدفعوا لهاد الرتبة ديال ضباط الشرطة. حتى هما عندهم في الموضوع الكتابي عندهم الإجابة على PCM باللغة العربية، في العلوم القانونية، الاقتصادية، الاجتماعية، والآداب والفنون والتربية حتى هو المدة ديالو ساعتين، المدة ديالو ساعة المدى ساعة، المعامل جوج، والشفوي المعامل ديالو 4 لمدة ساعتين. عكس حيت الإخوان حاولوا كل واحد يدفع لواحد المنصب يقرا الشروط ديالو كاملين عاد باش يدفع ليه، ماشي غير صافي غير يشوف مثلا واحد الشرط ولا جوج يدفع، يقرا مزيان، يعرف يعني الشروط كاملين والتفاصيل ديالهم، ويوجد الوريقات ديالو اللاتي عليه باش ما يغلط حتى شي حاجة، باش إن شاء الله يسر على الأمور.
الاختبارات الشفوية وتحديد المعامل المدة 15 دقيقة. بالنسبة للاختبار ديال الرياضة كتدوزو الكتابي، الناس اللي كينجحو في الكتابي عاد كيعيطوا لهم من بعد باش يديروا اختبار ديال الرياضة. هاد الاختبار ديال الرياضة راه معفي منه عمداء الشرطة الممتازين. عمداء الشرطة الممتازين اللي المنصب اللي طالبين فيه غير 30 منصب. عمداء الشرطة الممتازين هادو الناس اللي كبارين في اللاج وحتى في المنصب ما كيحتاجوش يديروا اختبار ديال الرياضة اللي هو 1500 كيلومتر. معامل ديال الرياضة اللي هو واحد. ندوزو نكملو بالنسبة لضباط الأمن. عدد المناصب 50 ما بين 21 سنة و30. فوق القامة 173 ذكور و 169 إناث. بالنسبة للدبلوم ديال يا إما دبلوم الدراسات الجامعية العامة ولا دبلوم ديال الدراسات الجامعية المهنية ولا الدبلوم اللي كيعادلو. ندوزو لمفتشي الشرطة. عدد المناصب 2500 منصب. المترشحون الذين تابعوا بنجاح فصلي يعني يكون عندهم الذوق على الأقل من الدراسات الجامعية العامة أو الدراسات الجامعية المهنية لا يعني متخصص أو ما يعادلها. فهما بالنسبة للموضوع العام إجابة على أسئلة اختيارات. معامل جوج. المدة ديال الاختبار ساعة. ساعة. بالنسبة لحراس الأمن 3437 منصب ما بين 21 سنة حاصل على شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها. يعني إما شهادة البكالوريا ولا الشهادة اللي كتعادل البكالوريا. فهو موضوع عام اجتماعي ولا سياسي يعني ثقافة عامة. الأسئلة كاع اللي كيتحطوا لحراس الأمن ثقافة عامة. معامل جوج. المدة ساعة. الاختبار الشفوي وراه اختبار ديال الرياضة 1500 متر. بالنسبة للشروط الشروط ديال الترشيح اللي كاينين هو ديجا راني لحت فيديو قبل كنهضروا على شروط راه تقريبا باينين. كيكون عندك النظر مزيان، السمع مزيان، ما عندكش يعني السن ديالك يحترم، العمر ديالك كيحترم الشروط. بالنسبة للطريقة ديال التسجيل أول حاجة كيتسجل في هذا الموقع الإلكتروني concours.dsn.gov.ma. كتسجل بعدا في الموقع هذا. غادي نقول لكم بعدا شنو هما يعني شنو خصك توجد. موراها كتوجد الملف ديالك الملف ديالك وكتديه لأقرب مديرية الأمن ليك في المنطقة اللي ساكن فيها ولا في المنطقة اللي أنت دافع ليها ماشي في شي مدينة أخرى وأنت راك مساكن كتمشي للبلاصة اللي أنت غادي تدفع ليها. نسخة من بيان النقط يعني الرول نوت ديال إلا عندك الذوق بالنسبة للفصلين المطلوبين بالنسبة لمباراة مفتي الوطن وفي الفصول المؤهلة لنيل شهادة البكالوريا يعني الدورة الأولى والدورة الثانية. وبالنسبة للناس اللي بالنسبة لمفتي الشرطة اللي غيدخلوا بالذوق كيكون عندهم الإس 1 والإس 2 والإس 3 والإس 4 يعني. وبالنسبة شي نسخة للبطاقة الوطنية البطاقة الوطنية قال لك يتعين على المترشحين الموظفين الإدلاء بترخيص من إدارتهم المشرفة لاجتياز المباراة تحت طائلة صغيرة. الناس اللي بغاو يسموا قدام في مثلا بغا يدفع له الجهاز الأمني واحد الترخيص من الإدارة ديالو اللي خدام معاه حاليا باش يمشي يدفع. بالنسبة للآلات ديال الناس واحد كيسول تيقول لك أنا راه مثلا جبت 10 في الباك واش دوز. بالنسبة لحراس الأمن تكون 11 على الأقل يعني في البكالوريا. مفتشي الشرطة هذا بالنسبة ل 2023 ولكن كل عام كيختلف هاد السلم ديال الانتقاء. مفتشي الشرطة 10.5. ضباط الشرطة 11. ضباط الأمن 10.5. عمداء الشرطة 12. كنتمنى الإخوان تكونوا استفدتوا معنا في هاد الفيديو.